السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي مطبخ مونيا. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكه اللي بالمذاق تاع الشوكولاته لعشاق الشوكولاته، كذلك بالنسمه تاع القهوه وبالمكسرات. كتجي رائعه البنات، جربوها، كتجي خفيفه لداخل وكتجي في المذاق وفي المنظر غزاله. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساونيش بالدعم ديالكم لايك ديالكم اللي كيسرني. وشكرا على المشاهدة. بقاو مع المقادير وكذلك الطريقة نتاع التحضير. وكنعتذر البنات على صوتي فضربني البرد. المهم كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو كاس نتاع الزيت، كاس العنبة، كذلك 4 تاع البيضات ماشي كبار بزاف، كاس نتاع السكر سنيدة، كذلك كاس حليب. هنا الحليب هو اللي غادي نديرو معاه القهوة، زوج خمارات تاع الحلويات، كذلك الشوكولاتة، اي نوع تاع الشوكولاتة يكون عندكم. المكسرات هنا عندي القرقع واللوز، كذلك واحد دانيت غادي نحتاجو، كيجي رائع البنات في الكيكه. وغادي نحتاجو 2 معالق نتاع الكاكاو، معلقات كبار. هنا بالنسبه للتحضير فهي كيكه عاديه، غادي نديرو 4 البيضات، غادي نطربوهم مع كاس سنيده. نحاولوا نخدموا مزيان بالطراب باش هذاك الحبيبات نتاع السكر يذوبوا لنا. هنا من بعد ما خدمنا البيض مع السكر غادي نزيدو الزيت، كنزيدوه شويه بشويه. كنطربو مزيان. هنا انا دائما في الكيك ديالي كنخدم هاد 3 الحوايج، بالطراب الكهربائي ومن بعد كنكمل بالطراب اليدوي. هنا غنزيدو واحد دانيت، كما قلت لكم دانيت كيجي رائع فيها في الكيكه، وكيجي مع النسمه تاع القهوه، كيجيو زوينين بزوج. كنطربوه بالطراب اليدوي كما قلت لكم. وغادي نزيدو هنايا النواشف، غادي نديرو الدقيق ونديرو الكاكاو، نغربلو بطبيعه الحال البنات، دائما خاصنا نغربلو. هنا تقريبا انايا درت 3 نتاع الكؤوس نتاع الدقيق اللي دخلوا لي في هذه الكيكه. نبقاو نزيدو شويه بشويه دفوعات حتى نشوفوا بلا الكيك ديالنا صافي ما بقاش خاصو الدقيق. هنا بالنسبه فانا درت الكاس الثاني ودرت الخمارات بزوج. بالنسبه للحليب غادي تشوفوا في هذه المرحله الاخيره اللي غادي نزيد الحليب وغادي نكون درت معاه القهوه. بغيتو ديروا القهوه العاديه مع الحليب، ولا ديروا نيسكافي اللي بغيتو البنات. هنا كما كتلاحظوا فانا سخنت هذاك الحليب وضعت معاه القهوه وزدته في هذه المرحله الاخيره. فالدور ديالو هاد الحليب كيعطينا واحد الطراوه للكيكه بلا ما نسقيوها، كتجي لداخل زوينه. خصو ضروري يكون سخون وتوضعوه بهذه الطريقه. وما تخافوش واخا يبان لكم في الاول بلا راه بحال اللي تجمع لكم الخليط، ولكن من بعد راه كيولي سائل كما تشاهدوا في الصوره. هنا زدت شويه نتاع الدقيق في الاخير، كما قلت لكم طلعوا لي 3 الكؤوس نتاع الدقيق في هذه المقادير. وفي الاخير نزيدوا معلقه نتاع الخل باش تعطينا هذيك النفوخيه نتاع الكيك،
تساعدنا باش الكيك ديالنا يجي منفوخ. صافي هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا، فكتطلع به واحد الريحة زوينة نتاع القهوة. واللي ما يبغيهاش يقدر يدير غير غير عفوا غير الحليب بوحدو دافي صافي. هنا دهنت بالزبدة وبالدقيق، غادي ندير نص نتاع الكمية، وغادي ندير شوية نتاع المكسرات لداخل. هنا درت شوية تاع الكركاع وغادي ندير شوية تاع اللوز، عاد نكمل نص تاع الكمية نتاع الخليط. هنا البنات اللوز والكركاع تقدروا تنقصوا الكمية، المهم كتبقى على حسابكم نتوما. وعاودت ضفت باقي الخليط عليه. فهاد الكيك الصراحة كيجي رائع وبسيط، مفيش المقادير بزاف. وغادي نزيد باقي نتاع المكسرات نزيدهم في الاخر، كنديرهم على الوجه هكا. وغادي نزيدو شويه تاع الشوكولاته، اي نوع يكون عندكم استخدموه ماشي مشكل. هنا الكيكه ديالي راه واجده، فشعلت الفرن ودخلتها فيه تقريبا ساعه الا ربع هكاك كانت واجده. فهذا هو الشكل النهائي نتاع الكيكه تاع اليوم. كتجي رائعه، كتجي منفوخه ومحلوله تبارك الله. فضروري البنات كتجي هكا بهذا الشكل، لان فيها المكسرات كذلك فيها الشوكولا. هنا زينتها شويه بدانيت، هذا اللي فوقها دانيت، وتقدروا ديروا الشوكولا. هنا حليت واحد الطريف باش تشوفوه كيف جا. كتجي البنات غزاله. كنتمنى تعجبكم ويعجبكم فيديو اليوم، وما تنساونيش بالدعم ديالكم وكذلك اللايك ديالكم. وشكرا على المتابعه، ودمتم في رعايه الله وحفظه. الى فيديو اخر.